هاي يا حلوين، النهاردة جبتلكوا أكلة تحفة. جبتلكوا طريقتها الأصلية جميلة جدا ومظبوطة جدا، وعشاق بقى الحاجات التقيلة الجميلة. كوارع بورق العنب، طاجن كوارع بورق العنب زي الكتاب ما بيقول. كوارع دايبة مع الصوص بتاعها يجنن، ورق العنب يجنن يجنن مع الكوارع. أنصحكوا جدا اللي ما جربوش يجربوا، هتتوهموا عليه. حتى اللي مش بيحب الكوارع بعد الطاجن ده صدقوني هيدمنها بجد. ريحتها وطعمها يهبل. ورق العنب المرة دي هيكون فعلا مختلف وطعمه حلو جدا، احلى من اي مرة عملتيه فيها بالطريقة العادية. انا سايبه لكم المقادير كلها تحت الفيديو، تقدروا تشوفوها في صندوق الوصف. ما تنسوش لايك وشير على قد ما تقدروا. بصوا الكوارع مغسولة ونضيفة وما فيهاش ولا غلطة ازاي. اول حاجة هعملها هجيب طاسة سخنة واحط فيها زبدة وزيت، وهبدأ انزل فيها الكوارع تاخد تشويحة. انا عايزة تاخد ريحة كده حلوة وتكون مثلا بتاعها كلها مقفولة. دي بتفرق جدا يا جماعة في تكة الشوربة، بتخلي الشوربة جميلة جدا جدا جدا. وعلشان تاخدي كوارع نظيفة وما فيهاش ريحة اي زفارة، بعد ما تيجي من عند الجزار طبعا يكون منضفالي كويس جدا، هتحطي مية سخنة ومعاها معلقة طحينة، مية سخنة من الحنفية، معاها معلقة طحينة وملح، واغسليها كويس جدا وسيبيها منقوعة فيها 10 دقايق، وبعدين اشطفيها وكده جاهزة. لا في زفارة، ووعدكم مفيش اي ريحة زفارة، وهتلاقي ريحتها تحفة جدا. اول حاجة بعد ما خدت الكوارع بتاعتي تشويحة بسيطة، حطيت المستكة، لازم مستكة، وحطيت رشة فلفل اسود وكمان فلفل اسود حب، وهبدأ أشوحها من كل حتة، من على الجنبين والجوانب، من على الوشين يعني ومن الجوانب. مش هخلي فيها جزء ما خدش من طعم المستكة. هفضل أقلب فيها من كل الجوانب، ولما أتأكد إنه تمام هنزل التوابل بتاعتي، حبهان وورق لوري وكمون حصى وفلفل اسود ومستكة، وهنحط معاها جزر وتوم وبصل وكمان كرفس. الكرفس بيفرق جدا في الشوربة يا جماعة، ما تنسوهوش خالص. وهقلب كل الكلام ده مع بعض كويس جدا، اخليهم ياخدوا تشويحة ويشربوا من نفس الخلطة، وبعد كده هنزل عليهم بمية سخنة مغلية. هغطيها طبعا زي ما بنسلق اي حاجة. انا نقلتهم في حلة اكبر وسبتهم على طبعا حسب القطعة الكوارع اللي انت جايباها. لو هي صغيرة في السن هتستوي بسرعة، لو هي كبيرة هتاخد معاكي ساعتين وشوية، حسب يعني انت تابعيها لحد ما تدوب خالص. بعد كده هسيبها على نار هادية اول ما تاخد غلوة، وهسيبها لحد ما تستوي خالص وتدوب. بعد كده هنعمل خلطة المحشي، والخلطة دي طبعا تمشي معاكي كرنب، بتنجان، كوسة، ورق عنب، اي خلطة محشي حتى الممبار. اول حاجة عملتها زيت سخن ومعاه حتة زبدة، وهقطع فيه بصل. انا بحب البصل الاحمر مع الابيض، وبحب معاهم فلفلاية حمرا زي ما انتوا شايفين. ده بيفرق برضو في طعم المحشي، صدقوني بتفرق قوي. وهقلبه لحد ما البصل يبدأ لونه يبقى ذهبي كده، وهبدأ انزل عليه ملح وفلفل بس. واول ما هياخد اللون الذهبي وريحته خلاص مع الملح والفلفل ريحته بقت حلوة، هنزل عليه طماطم وهسيبها لحد ما تتسبك جدا. بصي طريقة التسبيك، لما تعملي خط كده الطماطم ما بتلزقش على بعض، يعني بيفضل خط نظيف، وكمان هتلاقي تجمع الزيت على الوش. بعد ما الصلصة اتسبكت كويس جدا، بطفي النار وهزود البهارات بتاعتي عشان يبقى طعمها حلو وقوية. ملح، فلفل، كزبرة ناشفة، وشوية بهارات لما 7 بهارات وطبعا كمون. ولو عايزاها شطة بحط نقطة شطة، انا حاطة هنا ربع معلقة شطة، وكل المقادير بالظبط هتلاقيها تحت الفيديو. بعد كده هقلبهم مع بعض، وهكون غاسلة الرز ومصفيه كويس جدا، وهنزل بيه على الصلصة. هقلبهم مع بعض الاول كويس جدا عشان كل حباية رز تشرب من الصلصة. وبعد كده بعد ما اتاكد ان كلها تمام وذوق الطعم بتاعي مظبوط، لازم تظبطي الملح ويكون باين. قلبي كويس ونزلي الخضرة. انا بحب الخضرة تكون واضحة لان ده طعمه بيكون تحفة في المحشي، كزبرة وشبت وبقدونس طبعا. هقلب كله مع بعض كويس جدا، وهنبدأ على طول على الحشو. هوريكم كام واحدة ازاي للناس اللي مش بتعرف تلف ورق العنب ازاي تلفيه، وبعدين هكمل الباقي واوريكم عملت ازاي هعمل ايه بعد كده.
اول حاجه هتفردي ورق العنب على ايدك، الناعمه لتحت اللي فيها لمعه دي لتحت، والخشنه بتكون جوه دي اللي بنعمل فيها الرز. هنقفل الجنب اليمين والجنب الشمال وهنطبقهم على بعض وهنلف رول. وانتي بتلفي لازم تضغطي على اللفه جامد علشان ما يفكش منك. بس كده. وفي فيديو انا عاملاه قبل كده هتلاقوه فوق في العلامه الاي دي. انا بلفه بطريقه الكيس اللي هي اسرع، بتلف اسرع، فلو حابه تشوفيها اضغطي عليه وهتشوفي الطريقه. بس هعمل كام واحده وهكمل الباقي وبعدين ارجع لكم نكمل بقيه الفيديو. اللي بيعرف يلف ورق العنب، وطبعا عارفه ان الناس كتير جدا بتعرف، طبعا جري الحته دي وكملي بقيه الفيديو. هنا هبدأ أجهز الجزء الخضار اللي هحطه في الطاجن من تحت عشان أرص عليه ورق العنب والكوارع. فلفل ألوان أخضر وأحمر وأصفر، بصل شرايح وليمون وتوم وطماطم. دي خلطة أساسية معايا في ورق العنب، أساسي، بتديها طعم حلو وريحة حلوة، وكمان مع الكوارع بتدي طعم حلو. أول حاجة خدت البصل في الطاجن، حط معاه ملح وفلفل أسود وهمسكهم اقلبهم مع بعض جامد جدا جدا، واضغطي على البصل كأنك بتعصريه وانتي بتقلبيه، هيطلع ريحة تجنن، هي دي اللي احنا عايزاها. بعد كده هنزل شرايح الليمون والثوم والفلفل والطماطم، هخلي كام ليمونة احطهم على الوش وهبدأ اقلب فيهم جامد جدا، غطي جامد. بعد كده هساويهم وهبدأ ارص ورق العنب اللي انا خلصته. هنرصه دايرة كاملة زي ما هتشوفوا دلوقتي، عشان هنسيب فراغ في النص عشان الكوارع هنحطها في النص. كملوا بقى عشان تشوفوا هعمل ايه. كده الطاجن جاهز، مستنيين الكوارع. هوريكم الكوارع الشوربة عاملة ازاي ولونها قد ايه تحفة، وريحتها بجد بتقلب الدنيا فعلا، بجد يا جماعة حلوة قوي قوي قوي. والشوربة دي دسمة وجميلة، وقطعة الكوارع دايبة بمعنى الكلمة، بجد دايبة وجميلة وناعمة وريحتها حلوة قوي. هتشوفوا دلوقتي وانا بقطع الكوارع وهبدأ اقطعها واخليها كويس جدا. هقطعها قطع على قد الاكل، يعني عارفه اللي هي يدوبك انتي تاخدي قطعه على طول على بقك، مش محتاجه لسه تقطعي وتشدي ولا اي حاجه، انا بقطعها صغيره على قد القطمه. هخلص كل الكوارع وهوريكم هعمل ايه دلوقتي. طبعا انا ضفت ملح في الشوربه بتاعه الكوارع وعلى الكوارع بعد ما اتاكدت ان هي استوت، ورجعت تاني زودت رشه كمان ملح وفلفل بعد ما قطعتها، هتديها طعم حلو قوي عشان لما تدخل الطاجن تكون فعلا مظبوط ملحها وحدقها حلو. هبدأ اقلبهم مع بعض وهاخدها وارص الكوارع في الطاجن من النص ومن على الاطراف من فوق ورق العنب بشويه. كل الكميه اللي عندي احطها جوه وفوق. بعد كده هجيب الشوربه وهظبط لو هي محتاجه ملح تاني او حاجه او فلفل اسود، اتاكد ان كله تمام. وهبدا اغطي الطاجن بتاعي بالشوربه زي ما انتم شايفين كده، وخدت معلقه من الصلصه بتاعه المحشي حطيتها قلبتها كده تقريبا في وسط الطاجن، بتديله برضو تكه كده حلوه قوي. وخدت شرايح الليمون حطيتها على الوش. طبعا الطاجن ده بيعشق الليمون، بيعشق الليمون يا جماعه، كل ما زودتوا ليمون كل ما هيديكوا طعم يجنن. بعد كده هاخد شويه من ورق العنب هغطي بيهم الوش عشان لما يجي يغلي ما يفكش معايا ورق العنب ولا يتحرك من مكانه. وحطيت تقل في النص علشان يبقى الطاجن كله واخد نفس السوا ويكون مظبوط مفيش حاجه تتحرك من مكانها. وغطيت الطاجن وهدخله في الفرن على درجه حراره 200 على حاجه عندك في الفرن يعني. هنا انا طلعته بعد ساعه ونص، شلت الغطا وشلت ورق العنب اللي على الوش وهدخله الفرن ياخد لون من فوق. هو كده كده بيتبقى فيه شوربه، مش بيكون ناشف. بصوا ده الشكل النهائي، بصوا جميل وجوسي وطعمه جميل وكده وقمر بجد، طعمه حلو قوي قوي، هيعجبكم فعلا. بعد ما ياخد لون من فوق هتطلعيه وتسيبيه يهدى 10 دقايق وتبدأي تغرفيه، وهتاكلي احلى واجمل والذ فعلا ورق عنب بالكوارع. بألف هنا
أتمنى الفيديو يكون عجبكم. استنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي.